السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معكم قناة أفكار ميرو. النهاردة يا حبايبي هنعمل مع بعض الفطير بتاع الأفران السهل السريع الخفيف اللذيذ اللي بيتاكل كده واحدة واتنين منه، وفي نفس الوقت صحي جدا عشان ما فيهوش كمية سمنة ولا زيوت كتير. شكله حلو وكمان طعمه فوق الممتاز. طريقة تحضير سهلة جدا، أي حد هيقدر يعملها. هتشوفوا الفيديو معايا دلوقتي وهتقومي تجربيها والنتيجة هتطلع معاكي مذهلة. طريقة سهلة جدا. الطريقة بتاعت الأفران سهلة ما شاء الله، وكمان الفطير بيكون خفيف جدا، وطريقة تسوية فوق الممتازة. الشكل حلو والطعم حلو جدا ما شاء الله. زي ما انتم ملاحظين كده حاجة بترتفع في الفرن، يعني نتيجتها مضمونة 100%. مورق جدا زي ما انتم شايفين، وشكله وطعمه فوق الخيال، وكمان صحي عشان ما فيهوش سمنة ولا زيوت كتير. يلا بينا نسمي الله ونصلي على حضرة النبي ونشوف طريقتنا الجميلة ايه. لو لسه ما اشتركتش في قناتي انزلي اشتركي واعملي لي كومنت حلو عشان تفرحيني. يلا بينا نسمي الله. اول حاجة كده حبايبي معايا 4 كوبايات من الدقيق. مكوناتنا سهلة وبسيطة جدا. هحط عليهم نص معلقة من الملح و3 معالق من السكر. ده كل اللي انا هشتغل بيه، ملح وسكر بس. لو حابة كمان تستغني عن السكر ممكن ما تحطيش، بس الصراحة بيعادل الطعم ويخليه حلو جدا. وانا علشان اخلي ريحة الفطير بتاعي حلو احط ورقتين من الفانيليا. حاطين هنا يا حبايبي 4 كوبايات دقيق ونص معلقة من الملح، وكمان احط من معلقتين ل3 معالق من السكر. ما تكتريش من كده علشان ما يكونش مسكر معاك، عشان تنفع تاكلي بيه حلو وتنفع كمان تاكلي بيه حادق. ممكن تاكلي بيه عسل او مربى، وممكن كمان تاكلي بيه جبنه قديمه زي ما اتعودنا او جبنه بيضه. حلو جدا ما شاء الله. هقلب الدقيق كده زي ما انتم شايفين يا حبايبي بالسكر والملح والفانيليا اللي احنا حطيناها مع بعض، وبعد كده هنبدأ نضيف المية شوية بشوية. قبل كده عملت معاكم فطير وكمان عجنته باللبن، وعجنته كمان يا حبايبي باللبن البودرة، بس المرة دي هنعمل الفطير اقتصادي جدا وهيطلع ما شاء الله حلو وسهل وسريع كده، مش هياخد معاكي ولا وقت ولا مجهود دلوقتي معايا، والنتيجة هتكون مذهلة. قلبت كده العجين كده بالمعلقة، وبعد كده اول ما تقلت معايا المعلقة بدأت اقلب بايديا. المخبوزات او المعجنات دايما بتحب العجن، كل ما تعجني فيها كويس كل ما النتيجة تكون معاكي حلوة جدا. للأسف هنا كانت إضاءة الكاميرا مطفية ولاحظت في الخطوة المهمة. بصوا ما شاء الله العجينة، أول ما العجينة بدأت تمط معايا وإيدي كده بدأت تخلع منها العجين خالص، تعرفي إن العجينة بتاعتك مظبوطة. هنا بعد ما لميت العجينة بتاعتي كويس جدا عندي ربع كوباية من الزيت، ما يعادل 4 معالق كبار من الزيت. وهبدأ كده احط الزيت على العجينة كده واغرزها كويس جدا لغاية لما العجينة كلها تشرب الزيت. في الاول كده اول ما هتعجني الزيت بالعجينة هتكون معاكي بتزحلق ومش عارفة تلميها خالص، وبعد كده هتتلم معاكي وتكون العجينة طرية وناعمة ما شاء الله بطريقة رهيبة. جربي في اي معجنات كده تحطي الزيت او المادة الدهنية بتاعتك في الاخر، هتكون النتيجة ما شاء الله حلوة جدا للمعجنات، وكمان العجينة بتاعتك هتكون ناعمة وشكلها كده ما شاء الله يفرح كده انتوا بتعجني. هفضل كده اعجن فيها شوية حلوين لغاية لما العجينة تكون بالشكل ده، بتلزق شوية بس النتيجة دي حلوة جدا. مش هحط مية ولا دي ولا اي حاجة خالص، النتيجة دي هي النتيجة المطلوبة، ان تكون العجينة بتلزق شوية بالشكل اللي انتوا شايفينه. شايفين كده يا حبايبي ما شاء الله هي بس بتشبط في الايدين، مش ملزقة قوي بالشكل ده. هلمها كويس واسيبها ترتاح من 10 دقايق لربع ساعة، والنتيجة ما شاء الله هتكون معاكي مرضية جدا. وأحلى نتائج للفطير أو لأي مخبوزات إنك تسيبي العجينة ترتاح. هغطيها شوية وبعد ربع ساعة كده هرجع لها ونشوف عجينتنا شكلها عامل ازاي. أهم حاجة كده أدهنها دهنة بسيطة كده من الزيت علشان كمان ترتاح والوش بتاعنا منشفش خالص. غطيها بكيس بلاستيك أو ستريتش راب وسيبيها كده 10 دقايق ربع ساعة، وكل ما ترتاح العجينة معاكي كل ما تديكي نتيجة احلى واضمن. شايفين العجينه شكلها ازاي؟ وبعد ربع ساعه ما شاء الله شكلها بقى عامل ازاي. شايفين ما شاء الله انا طفيت الاضاءه خالص عشان تشوفوا العجينه وجمالها. شايفين يا حبايبي؟ تعرفوا ان العجينه بتاعتك ارتاحت ازاي؟ تضغطي عليها كده العجينه ما تلمش معاك بسرعه وتفضل الضغطه زي ما هي. هنا يا حبايبي هقطع العجينه بالشكل ده، يعني ما شاء الله من 4 كوبايات دي هتدينا كمية حلوة جدا من الفطير كده تكفي 5 6 من العيلة. يعني الفطيرة واحدة هتكون مشبعة وكمان هيكون شكلها حلو وطعمها حلو جدا.
جبت العجينه وعملتها بالشكل المستطيل ده، وبعد كده هبدا اقطع العجينه على حسب ما انت عايزه بقى. عايزه الفطيره بتاعتك كبيره قطعيها قطع كبيره زي ما انا عامله كده، عايزه فطاير صغيره ما شاء الله ممكن تعمل معاكي اكتر من 10 فطاير وهيكونوا حلوين جدا، بس انا عملتها بحجم متوسط كده علشان يكون شكل الفطيره حلو. قبل كده عملنا مع بعض الفطير بحجم صغير وكان شكله جميل جدا وكيوت ما شاء الله تبارك الرحمن. هلم العجينه بالشكل اللي انتوا شايفينه كده يا حبايبي، واهم حاجه كده اكورها واسيبها ترتاح 5 دقايق مش اكتر، بس من لم العجينه وتقطعها كده. كل ما العجينه ترتاح كل ما النتيجه تكون افضل واحسن. 5 دقايق مش اكتر. واهم حاجه ادينا دهنه بسيطه جدا من الزيت كده بالفرشه نجهز الخطوة علشان وش المهمة العجينه جدا ما اللي هتدينا الفطير مورق وكمان طعمه حلو جدا. انا معايا كوبايه من السمنه السايحه، سواء كان السمنه بلدي او سمنه علب او ممكن الاتنين مع بعض زي ما انا عامله كده، وهضيف عليهم 3 معالق من الدقيق. 3 معالق من الدقيق، ما تكتريش، او لغايه لما كمية السمنة اللي انت حطاها ايا كان، يعني نص كوباية او كوباية، لغاية لما القوام كده يكون كريمي بالشكل ده، ما يكونش عجينة متماسكة وفي نفس الوقت ما تكونش سايلة قوي. دي اللي هتديكي النتيجة الحلوة جدا. بصوا كده ما شاء الله، هي دي النتيجة اللي انا عايزاها، اللي هتخلي الفطير بتاعنا مورق وخفيف وطعمه كمان لذيذ جدا. السمنة اللي انا مستخدماها سمنة بلدي على سمنة علب. جبت اول فطيرة انا كنت مقطعاها وهبدأ كده اشتغل فيها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين مفيش اسهل ولا اجمل من كده. شايفين العجينه مرتاحه ازاي ما شاء الله، ناعمه كده وسريعه معايا في الفرد ما شاء الله، مش هتاخد معايا وقت خالص خالص. وهنا كنت مجهزه السمنه بالدقيق اللي احنا حضرناهم مع بعض، وهبدا كده افرد العجينه بايدي، وبعد كده اجيب المردانه بتاعتي افرد بيها العجينه بالشكل اللي انتوا شايفينه كده بالحجم اللي انت عايزاه. ممكن تكبريها لغايه مثلا نص متر كده قد المفرش، بس انا عايزه يكون الفطير بتاعي مورق كده وليه قلب، ما يكونش القلب بتاعه كده فاضي او ينشف معايا بسرعه. عاوزه الفطير كده يكون ليه قلب ويكون لذيذ كده ويكون طعمه حلو كمان. زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي فردتها بالشكل ده. هبدا كده اسوي الاطراف علشان ما تكونش الاطراف سميكه معايا، وكمان تكون تخينه كده في التقطيع او في التسويه. بصوا كده يا حبايبي، هبدأ كده اجيب السمنة ودي اللي احنا عملناها مع بعض، او خلطة التوريق الجميلة دي، وهبدأ كده اوزعها بالفرشة، وكمان مش هكتر، 2 3 مش اكتر. بصوا كده هوزع بقى كل كمية السمنة دي على الفطيرة بتاعتي او العجينة بتاعتي. اتأكد ان كل العجينة كده فيها سمنة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنا بقى هجيب القطاعة، اجيب السكينة كده واقطعها من النص، وابدأ المها بالشكل الجميل ده. شايفين الجمال؟ مفيش اجمل ولا اسهل من كده. اهم حاجة انتوا بتلمي شد شوية، انتوا بتلمي شد شوية علشان العجينة تورق معاكي. العجينة بتاعتي سمكها كده اقل من 5 سنتي كده، حاجة رفيعة جدا مش سميكة خالص علشان تديني توريقة جميلة. بصوا كده يا حبايبي، واهم حاجة اقفل العجينة كويس بالشكل اللي انتوا شايفينه كده يا حبايبي، من الاطراف وكمان من تحت ومن فوق، وبعد كده اوقفها زي القرطاس واروح ضغط عليها علشان العجينة ترجع تتلم معايا وتكون كرة تاني. هسيب العجينة دي ترتاح واعمل واحدة تاني كده معاكم. هفردها بالشكل اللي انتوا شايفينه كده، واهم حاجة طبعا ادهنها دهنة زيت بسيطة. شايفين؟ جبت العجينة وحطيت واحدة تاني مكانها، دي كنا لسه ما فردناش، هنفردها مع بعض. مفيش اسهل ولا اجمل من كده. طريقة فطير سهلة وسريعة وصحية وكمان اقتصادية، ولا تطلب الاوردر من بره ولا كمان تنزلي تشتري. في اقل من ساعة هتكونوا محضري الفطير المشلتت كده باسهل طريقة. كل الحكاية ان احنا نسيب العجينة ترتاح شوية، كل ما العجينة ترتاح كل ما تاخدي احلى نتيجة للفطير. فردت العجينة بتاعتي بالشكل اللي انتوا شايفينه كده، وبحاول على قدر الامكان ان يكون كله بسمك واحد. فردتها كده يا حبايبي، واهم حاجه اتاكد ان الاطراف متساويه كويس وكمان مش عاليه. هدهنها كده دهنه من السمنه، ولو ملاحظين كده يا حبايبي ان السمنه كده بدات تتقل معانا، والماده كمان اللي احنا حطيناها في السمنه اللي هو دقيق، وممكن كمان تستبدلي الدقيق بالنشا، هتتقل معانا عشان الجو بارد، لكن لو الدنيا صيف هتشتغلي معاها وتكون حاجه كده في منتهى الجمال. شايفين الجمال؟ مفيش اسهل من كده. هنا يا حبايبي بصوا، بدهن كل الفطيره كده بالسمنه،
وبعد كده هبدأ اجيب سكينة او قطاعة عندي، بس اتأكد ان السمنة بتاعتي اتدهنت كويس جدا على الفطيرة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. الاطراف او الحتت كده اللي ما فيهاش سمنة كتير بحط عليها سمنة عشان تكون كل الحتت كده في العجينة فيها سمنة. اجيب القطاعة وابدأ كده في النص بالظبط، وبعد كده ابدأ المها زي القرطاس بالشكل ده. مفيش اسهل ولا اجمل من كده. الطريقة يا جماعة سهلة جدا ما شاء الله. الخطوة دي بتخلي العجينة تدينا تورية او الفطيرة تدينا تورية جميلة جدا، وكمان بتكون خفيفة علشان السمنة والدقيق اللي احنا حاطينه معاها. السمنة والدقيق بيدي مادة عازلة بين الطبقة والطبقة، وكمان بيخليها مفرعة جدا. بعد ما لفيناها بالشكل ده هبدأ اقفلها من تحت ومن على الاجناب، وبعد كده اعملها زي القرطاس كده واقفلها من فوق، واروح ضغط عليها بالشكل اللي انتوا شايفينه كده. ارجعها زي ما كانت في الاول زي الكوره. شايفين الجمال؟ واحطها ترتاح، وهعمل كل العجينه بالشكل اللي انتوا شايفينه كده. طريقتنا سهله وبسيطه. دي كانت اخر واحده معايا ما شاء الله، يعني عملوا 5 فطائر حلوين بالشكل اللي انتوا شايفينه. ودي كانت اخر واحده يا حبايبي هبدا اشتغل فيها. دهنتها كويس وبعد كده اقطعها من النص، وبعد كده هبدا المها زي القرطاس بالشكل اللي انتوا شايفينه. شايفين؟ مفيش اسهل ولا اجمل من كده. لو وصلت للخطوه دي صلوا على حضره النبي واشتركوا في القناه لو لسه مش مشتركين. هنا يا حبايبي هضغط عليها كده من فوق عشان تتلم وترجع تاني زي الكوره. ودي كانت اخر واحده، وهنبدأ نشتغل في اول واحدة احنا شكلناها. كانت طبعا ارتاحت وخدت الوقت المناسب بتاعها. لو عملتهم بسرعة او حد بيساعدك وعمل معاكي، استني العجينة معاكي 5 دقايق علشان تديكي نتيجة حلوة. وهنا بقى هبدأ كده الخطوة النهائية معانا ان انا اعمل الفطيرة بتاعتي. شايفين؟ مفيش اسهل ولا اجمل من كده. هنا بقى الخطوة دي للفطير على حسب ما انت عايزه. حابه الفطيره بتاعتك تكون خفيفه ورقيقه كده وطبقاتها هتكون خفيفه جدا من جوه، فوسعيها اكتر من كده. حابه تكون ليها طبقات كده وليها قلب وتكون الورقه بتاعتها سميكه جوه من جوه شويه، خليها بالسمك اللي انا عاملاه كده. شايفين الجمال؟ العجينه ما شاء الله تبارك الرحمن حاجه كده في منتهى الجمال. يعني بصوا بتتفرد معايا بمنتهى السهولة. لو ملاحظين ان العجينة ناعمة جدا من بره، هدهن بس الوش بتاعها دهنة بسيطة جدا من السمنة البلدي او الزبدة علشان لما تدخل الفرن تدينا شكل وريحة جميلة ما شاء الله. بصوا كده. ودي تاني واحدة هفردها معاكم بالشكل ده. انا كله عاملاه بنفس السمك. شايفين الجمال؟ مش بتاخد وقت خالص في الفرد ما شاء الله. كل ما العجينة ترتاح كل ما تديكي نتيجة احلى. احاول كده بس الاطراف ما تكونش كده تخينه شويه علشان ما تطلعش مقلبظه معايا. السمك اللي انا عامله الفطيره بتاعتي تكون مليانه وليها قلب. لو حابه تفرديها اكتر من كده افرديها، املي بيها الصينيه كلها. انا الصينيه دهنها دهنه بسيطه جدا من الزيت. هبدا كده اسويها بس مش هوسعها. لو حابه توسعيها تملي بيها الصينيه هتكون برضو حلوه، بس هتطلع معاكي مقرمشه ومش هتطرى معاكي بسرعه. شايفين كده؟ سويت الاطراف كويس جدا، وفي الوقت ده كنت مسخنه الفرن على درجه حراره 200 كده زي ما انتوا شايفين. وبعد كده اول ما حطيتها في الفرن عليت النار جدا علشان تعلى معايا. لو ملاحظين كده ما شاء الله ارتفع ازاي واتنفخت الفطيره معايا ازاي في الفرن. يعني حاجه ما شاء الله. والريحه كانت في منتهى الجمال. بصوا ما شاء الله بيرتفع ازاي في الفرن. النتيجه دي تقولك ان الفطير بتاعك هيطلع مورق جدا. هتاخد في الفرن تقريبا 10 دقايق، بس اهم حاجة تخلي بالك منها في الفرن علشان بتحمر بسرعة. طول ما انت موجودة قدام الفرن كده قلبي فيها حوالين داير كده او دايريها علشان تاخد كله نفس الشكل ونفس اللون ده. شايفين الجمال؟ حاجة كده في منتهى الجمال، بس طالع سخن موحوح. بس الريحة كانت هنا ما شاء الله تبارك الرحمن جميلة جدا. جربوا الفطير بالطريقة دي مش هتندموا ابدا ابدا. حابة بقى في الخطوة دي ترشيه حبة مية وتسيبيه تمام. حابه تغطيه بكيس كده علشان يطرى شويه هيكون معاكي حلو جدا. هو الصراحه مش هيكون طري جدا زي الفطير المشلتت، بس هيكون كده حلو كده طري وخفيف. يعني مش طري قوي قوي زي الفطير المشلتت عشان ما فيهوش كميه سمنه كتير، بس في نفس الوقت مش هيكون معاكي ناشف ومحطب. زي ما انتوا شايفين مورق ازاي.
وخفيف، مفهوش سمنة ومفهوش زيت، ما شاء الله. مش زي الفطير التاني كده تمسكيه وتحسي ان ايدك كلها اتملت زيت او سمنة. ما شاء الله تبارك الرحمن. والريحة كده كانت في منتهى الجمال. حطينا فيه فانيليا وحاطين فيه سمنة بلدي. يا سيدي يا سيدي على الجمال، حاجة كده تفتح النفس. جربوا الطريقة دي من الفطير مش هتبطلوها أبدا. سهلة وسريعة واقتصادية وكمان صحية جدا. الطعم فوق الخيال والريحة في منتهى الجمال. الخبيث في البيت عمار. ربنا يعمر بيوتنا يا رب. ما تنسونيش باللايك والاشتراك والكومنت الحلو كده. اقدر اقول لكم في اخر الكلام صلوا على حضرة النبي العدنان. سلام.